السلام عليكم. اهلا بيكم في قناة مصري لاتينو. جولة كده سريعة على الماشي بنتفرج فيها على البحر مع بعض في البرازيل. الجو جميل جدا، بحر، سما. لون البحر حتى جميل جدا. الجزيرة اللي هناك دي تحفة. انا عن نفسي من عشاق الجزيرة دي، بقعد انظر، يعني بقعد ابص عليها بالساعات. جميلة بصراحة، بصراحة جميلة جدا. جزيرة عبارة عن جبل عليه الشجر مغطيه، جبل في وسط البحر. حاجة غريبة، حاجة جميلة بصراحة يعني. جزيرة عبارة عن جبل متغطي بشجر، والبحر محاوطه. منظر جميل، منظر الرملة حتى ناعمة وانت ماشي عليها كده بتحس احساس غريب فعلا. رملة جميلة مختلفة. لا، الرملة هنا مختلفة تماما، الشط مختلف فعلا. الجزيرة اللي هناك دي اللي عليها بيوت، جبل برضو، جبل، جزيرة متغطي بالشجر بانيين عليه بيوت. بصراحة التخطيط بتاعهم عاجبني جدا. العمارات اللي في حضن الجبل، بص العمارات جميلة. الجبل ده كمان جميل، جميل جدا. انا من عشاق الطبيعة، من عشاق الجبال بصراحة. بص العمارات التخطيط حلو، التخطيط حلو. اللي بيخطط كويس. بص العمارات الوانها، رصة العمارات جنب بعض بالطريقة ديت جميلة جدا. معجب بيها جدا بصراحة. بص الالوان في تناسق، مش عشوائي. شط كبير واسع مش صغير، الشط كبير واسع مش صغير. لون البحر جميل جدا بصراحة. اللون حلو عاجبني. هي كل حاجة عجباني بصراحة. البرازيل الطبيعة فيها جميلة جدا، وبما اني انا من عشاق الطبيعة فطبعا هبقى من عشاق البرازيل. يعني من عشاق الطبيعة بقى من عشاق البرازيل طبيعي يعني. انا من الناس اللي بتحب الجبال، بتحب البحر، بتحب الشجر. فالبرازيل مليانة بكل اللي انا بحلم بيه، يعني كل اللي انا بحبه موجود في البرازيل. فالبرازيل يعني جنة الله في الارض زي ما بيقولوا، فعلا دي حقيقة. يعني انا كنت في استراليا، وما استراليا دولة من دول العالم الاول. قعدت فيها 3 سنين، ما فيهاش الجمال بتاع البرازيل ده. بصراحة ما فيهاش الجمال ده، ما شفتش الجمال ده. استراليا جميلة حلوة بس مش بالجمال ده. انا كنت في سيدني، يعني على البحر برضو. بص العمارات، التخطيط، العمارات اللي على البحر مباشرة جميلة ومش غالية. يعني مش كل الشقق غالية، الإيجار مش غالي، مش مبالغ فيه. تبقى كده في حضن البحر والجبال والطبيعة وإيجارك مش غالي. ودي ميزة حلوة يعني، الحمد لله. يعني البرازيل برضو فيها حاجات جميلة حلوة بصراحة. الأسعار، الشقق في المدينة اللي أنا فيها الأسعار كويسة. أنا شايف إن الأسعار مش مبالغ فيها. في مدن تانية الأسعار مبالغ فيها. هنا الطبيعة خلابة. انت طول ما انت ماشي بتتفرج على طبيعة جميلة بصراحة. المناظر دي بتريح النفسية، بتريح الأعصاب، بتريح الدماغ، بتخليك تفكر كويس. آم، تبص لبكرة بطريقة كويسة، تبقى عايز تعمل أكتر من حاجة. لو انت عامل حاجة دلوقتي
انت بتلاقي نفسك عايز تعمل حاجة تانية، عايز تفتح مشروع تاني، يعني بتلاقي نفسك عايز تعمل اكتر من حاجة في وقت واحد. ده بسبب الطبيعة بتشجعك، بتبقى نفسك تفتح حاجات ياما، نفسك تعمل حاجات ياما، نفسك تنجح جامد قوي في البلد ديت. والتوفيق بتاع ربنا، هو التوفيق ده بيبقى بتاع ربنا بصراحة. بس خلينا احنا في البحر، شوف سلسلة الجبال اللي هناك. انت انا من عشاق الجبال، فعشان كده الجبال في كل حتة مخلياني انا مبسوط ويعني مستمخ بالمصري كده، مستمخ عشان الجو والطبيعة حلوة. هنا الطبيعة حلوة مفيش كلام، اللي ما يختلفش عليها اتنين، ما يختلفش اتنين على الطبيعة هنا في البرازيل. محدش يقدر يقول لك البرازيل وحشة، البرازيل طبيعة مش حلوة. احنا الفيديو ده بنتكلم عن الطبيعة وعن البحر. الفيديوهات اللي جاية هنتكلم عن حاجات ياما بقى، هنتكلم عن الجواز في البرازيل، الجواز نظامه ايه في البرازيل، ايه اجراءات الجواز في البرازيل، هنتكلم عن كل الحاجات دي. الفيديوهات اللي جاية فيها كلام كتير عن حاجات مهمة جدا، تجارب الجواز في البرازيل، اوراقك عشان تتجوز في البرازيل بسهولة. الحاجات دي كلها هنتكلم فيها برضه الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. الفيديوهات اللي جاية هنتكلم كمان عن المرأة البرازيلية، المرأة البرازيلية كويسة ولا وحشة. في كلام كتير هنتكلموا عن المرأة البرازيلية للناس اللي عايزة تعرف ايه هي المرأة البرازيلية، نظامها ايه، حياتها عاملة ازاي، تنفع للجواز او ما تنفعش. في كلام كتير جدا هنتكلم فيه في الفيديوهات الاسبوع القادم بإذن الله. في كلام كتير عايزين نتكلم فيه. سيبكم الكلام ده دلوقتي، مش وقته الكلام ده، مش وقته، سيبك من الجو ده. احنا دلوقتي على البحر، والبحر في البرازيل مختلف عن اي بحر. ما شفتوش في استراليا، يعني انا اللي غيظني ان انا ما شفتش الجمال ده في استراليا. استراليا بيقولك الطبيعة فيها خلاب، فيها جبال، فيها جبال وفيها، بس ما فيهاش الجمال ده، التناسق ده انا ما شفتوش هنا بصراحة. دولة متقدمة استراليا، دولة كله تمام فيها بالظبط. الساعة ب10 دولار والحسابة بتحسب مظبوط، ودلوقتي بقت الساعة ب17 دولار مش ب10 دولار. الحد الأدنى للأجور اترفع من 10 ل14 ل15، يعني ما شاء الله دلوقتي. بس شوف التخطيط هنا، شوف التخطيط اللي بنى العمارات دي ورصها بالطريقة ديت، أستاذ. مش بنى عشوائي وأي ألوان وأي كلام وخلاص. وطبعا ربنا هو اللي عمل الجبال وعمل الطبيعة الجميلة ديت اللي عندهم، يعني سبحان الله، الواحد ما يقدرش يقول غير سبحان الله فعلا. صوت البحر ذات نفسه بيخليك كده يعني عايز تسترخي. السما ذات نفسها ألوانها جميلة، تناسقها مع السحاب يخليك الطبيعة حلوة. بص سيبك، الطبيعة حلوة. العمران والحاجات دي كلها الواحد زهق منها، زهق من الشوارع الصاخبة. بص الجمال هنا في تناسق، انت عينك هنا بتشوف جمال وبتلاقي نفسيتك مرتاحة، والمناظر الطبيعية بتريح الأعصاب. أي بني آدم طبيعي بيشوف المناظر الطبيعية ديت أعصابه بتهدى وبترتاح ودماغه بتنضف، وبيبقى عايز يفكر تفكير سليم، قراراته كلها بتبقى هادية وبالراحة. دي ميزة جميلة جدا. الزحمة الدوشة بتخليك متعرفش تفكر، متعرفش تركز، انما بتبقى بالمنظر اللي قدامك ده، البحر وصوت البحر والجمال ده والجزيرة والشجر والجبال، انت بتلاقي نفسك مسترخي وتفكيرك جميل والدنيا حلوة. ودي ميزة كبيرة جدا. الراحة النفسية مهمة جدا للبني آدم، أي إنسان محتاج للهدوء والسلام النفسي، دي حاجة مهمة جدا. من
غير هدوء وسلام نفسي كده، وتحس ان تستمتع بالحياة. ما هتلاقي دماغك مشوشة، ما بتفكرش كويس، قراراتك مش كويسة، قراراتك عشوائية، تلاقي نفسك في حاجة عندك غلط. الطبيعة بتخلي أعصابك تهدى، تاخد القرار السليم. أو أنا بتكلم عن نفسي، أنا ما أعرفش غيري، يمكن ما مختلف، ما يحبش الطبيعة، يحب يعني كل واحد بقى على حسب اتجاهاته وميوله. أنا واحد يعني المنظر ده كده بيخليني في عالم تاني خالص. الشجر ده اللي على الجزيرة اللي على الجبل، أنا ببقى في عالم تاني خالص بصراحة يعني. صوت البحر ذات نفسه بيخليني في جو تاني خالص. ان الفيديو ده بنتكلم على البحر وجماله، مش بنتكلم على حاجة تانية. طبيعة خلابة، احنا بنتكلم في طبيعة خلابة. منظر البحر ذات نفسه مريح. دي كده جولة بتتفرج فيها على البحر يعني، بتعيشوا جو البحر في البرازيل. عامل ازاي الجو البحر في البرازيل؟ هو ده جو البحر في البرازيل. الجبال اللي هناك في المية دي حاجة صعبة، حاجة جميلة بصراحة. الشط كبير، مساحته كبيرة جدا. طبعا هو هادي عشان احنا مش في ايام سبت وحد، وهنا الشواطئ كتيرة جدا، وانا بنقي حاجة هادية شوية عشان اعرف اصور، عشان بيبقى في ناس بالبكيني مايوهات، ما يعني بحس ان هي مش ظريفة ان انا ببقى بصور وهم قاعدين بيشوفوا يعني ما بحبش. المنظر جميل بصراحة، المنظر جميل. بنحاول نحترم خصوصية الناس يعني، ما بنقتحمش ناس قاعدة. هروح شط زحمة، الناس كلها نايمة على بطنها وبتاخد حمام شمس ولابسة لبس خفيف، وكلنا طبعا عارفين الكلام ده، وجانا داخل مصور، مش منظر يعني. الألوان والعمارات هنا بتاع، هي لوحة، انت تحس انك عايز تطلع ورقة وقلم وترسم، ما لهاش حل. ما تكلم ما تكلمنيش كتير، انت تطلع ورقة وقلم وترسم. الفنان اللي بيعرف يرسم هيتفرج على منظر الغروب ده كده، وهيجي على طول مطلع يعني لوحة وراسم لوحة. دي لوحة، دي كده احنا بنتكلم في لوحة، دي كده لوحة، يعني لوحة تتباع على طول، لوحة طبيعية تتباع على طول والله العظيم. اللي يعرف يرسم ويرسم الجمال ده كده، هتلاقي اللوحة دي تتباع هوا. ده بالنسبة للفنانين بقى والناس عشاق الطبيعة كده. طبيعة حلوة مفيش كلام، طبيعة حلوة مفيش كلام. انا كنت عايز اروح كينيا عشان الغابات، يعني كنت عايز ازور كينيا، ما زرتش كينيا للاسف. يعني كل اللي انا روحته هي استراليا، دبي، الهند، برازيل. ما روحتش كينيا. كينيا فيها طبيعة خلابة جدا، هي كينيا دولة في افريقيا. الطبيعة خلابة والغابات والحاجات كلها طبيعية هناك فظيعة. ليا واحد قريبي راحها فظيعة. السما حتى مختلفة، يعني كل حاجة، كل واحد على حسب نظرته. في واحد بيشوف الحياة جميلة، بيلاقي الحياة كلها جميلة، وفي واحد تاني بيبص لها بصة مش حلوة، يبص كده مش عاجبه، مش مستمتع بالسما، بمنظر السما الجميل ده اللي ربنا عامله معاها، مش مستمتع بالجو ده. في واحد تاني بيستمتع بالجو ده، بيقعد يتأمل، بيقعد بالساعات كده يتأمل في الوقت اللي فاضي فيه، يقعد يتأمل كده الجمال والطبيعة والاسترخاء. جو عالي، جو عالي. كل بني آدم وطبيعته، كل إنسان والطبيعة بتاعته. بس دي كده جولة سريعة فرجناكم على البحر فيها. الفيديوهات اللي جاية هتبقى جميلة جدا ان شاء الله. الفيديوهات اللي جاية هتبقى معلومات اكتر ما هي الفيديوهات عن الطبيعة. يعني ممكن فيديو كمان عن الطبيعة، اصور لكم البحر مثلا بالليل، الجو بالليل عامل ازاي، هصور لكم الحياة الليلية كمان عاملة ازاي.
لان الحياه الليليه هنا جميله، مختلفه عن المدن التانية. انا مش بتكلم على الكباريهات والنايت كلوبات والكلام ده كله، بتكلم على الحياه الليليه، الحفلات البسيطه الجميله اللي على البحر، الناس بترقص، بيسمعوا موسيقى، بيتعشوا. الجو ده جميل جدا وكله على البحر. انا بتكلم كله على البحر. هصور لكم برضو الحياه الليليه في المدن الساحليه على البحر. ده ممكن فيديو او فيديوهين كده بالليل وخلاص. هنبدأ بقى ندخل على المعلومات بقى. هنبدأ ندخل على المعلومات، ايه الحياة عاملة ازاي بقى، الكلام اللي فيه المعلومات والبيانات من واقع خبرتي البسيطة خالص. هتكلم بتجربتي انا الشخصية. هنا خلاص الدنيا بتغرب، الجو جميل، الناس بتتمشى بعد ما خلصوا بحر. الجو جميل خلاص. كده اليوم خلص. انتوا اتفرجتوا على يوم على البحر في البرازيل، في الشاطئ بتاع البرازيل. اتفرجتوا عليه كده في 15 دقيقة. انت اتفرجت على البحر من الصبح لحد الدنيا ما بتغرب. الجو جميل دلوقتي، الشمس خفيفة والجو منعش. الجو منعش بصراحة. منظر الشمس وهي بتغرب تحفة فنية. انعكاس الشمس على البحر اصلا جميل جدا جدا. بس استنونا بقى في الفيديو القادم ان شاء الله. يعني هيبقى فيديو بالليل وكده. راح جو غير طبيعي.